كان يخاف على أمته أن تضل بعده. ولذلك لما قرأ قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي الآية الأخرى قرأ قول الله عز وجل على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء مريرا، فأرسل الله تعالى جبريل يقول له وهو أعلم سبحانه وتعالى: يا محمد ما يبكيك؟ فلما سأله قال: أمتي أمتي. قال الله عز وجل لجبريل: أخبر محمدا بأن لا نسيئه في أمته، وبشره بأن هذه الأمة يعني مرحومة بإذن الله عز وجل. شوف إلى هذا الحد النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، وهو في سياق الموت، وهو في يعالج الموت، ومع ذلك كان يوصي أمته ويحذرهم من الانحراف في جانب العقيدة. بل أزيدك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يخاف على أمته خوفا شديدا لدرجة أنه كان يدعو لهم في صلاته صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يكفر عنهم السيئات والذنوب. في هذا حديث لعلنا يعني نذكره، أن عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت طيب نفس من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شفت النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مريحة وما عنده أي يعني مشاغل وكذا، فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي. تقول عائشة: فدع الله لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. هذه الدعوة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدخلت الفرح والسرور على عائشة لدرجة تقول: ضحكت حتى سقط رأسي في حجري. يعني تخيل من الضحك نزل رأسها في حضنها. فقال: وتحبين ذلك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فإنها دعوتي لأمتي في كل صلاة.